السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل معاكم الفول المدمس. ان خلص الفول انا مش مسؤول. زي ما انتوا شايفين هعمله بالطماطم بقى كمان بعد ما ندمسه كده بالشكل ده. وهعمل بقى طبق او طاسة فول بالطماطم تستاهل بقكم. شايفين الفولة لسه طبعا سخن زي الزبدة. شايفين ما شاء الله. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في وصفتنا. معايا هنا نص كيلو من الفول، انا هدمس نص كيلو فول. تمام، ده فول بلدي. هنقعه بقى، غسلته وبعد كده حطيته في مية. هنقعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 4 ساعات. ومعايا هنا معلقتين فول مدشوش ومعلقتين رز. ما عندكيش فول مدشوش يبقى معلقتين عدس وليمونه. تمام، ومعلقه كبيره من الكركم ونص معلقه صغيره سكر. اعمليه بالطريقه دي جميل جدا، ولا هنحط بصل ولا هنحط طماطم ولا اي حاجه، وهيطلع معاكي احلى كمان من اللي بنشتريه من بره. جميل جدا. ان شاء الله هتجربوا الوصفة وتعجبكم جدا جدا. وكمان هنعمله في الحلة. هنا بعد 4 ساعات رجعت بقى للفول بتاعي بالشكل ده. هروح بقى اصفيه من المية اللي كنت نقعاه فيه وحطيته في الحلة كده. ما عنديش دماسة، هسويه في حلة. مش شرط حلة جرانيت، عندك حلة ألومنيوم هتسوي فيها عادي. نزلت بالفول المدشوش ومعلقتين الرز ومعلقة الكركم ونص معلقة سكر صغيرة، وهقلب كده. في الوقت ده هكون حاطة مية بتغلي على النار او مية في الكتل. تمام، والليمونة بس بالليمونة زي ما هي كده، مش بقسمها خالص، بحطها سليمة. وهنزل بقى بالمية كده. حطي المية كويس، يعني شوية حلوين. تمام، وهغطي على الفول بتاعي وهروح على البوتاجاز تقليبة بس كده. هغطي بقى الحلة بتاعتي كويس وهروح على البوتاجاز. اول حاجة هحطه على نار عالية الاول. تمام، يعني اول ما بنحطه على البوتاجاز نرفعه على نار عالية. وبعد كده هيغلي غلوة. الفول هيغلي معايا بالشكل ده. تمام، هبدأ اهدي النار زي الشمعة زي ما انتوا شايفين كده. وهغطيه بقى واسيبه على النار 6 ساعات، من 5 ل6 ساعات. وكل شوية بعد ساعة بشوف لو احتاج مية بزود مية. بس المية تكون سخنة، اهم حاجة المية تكون مغلية وسخنة مش باردة، علشان الفول بتاعك ما يغمقش معاكي. وكمان القشرة بتاعتك تطلع جامدة. فلازم كل ما نزود مية سخنة. طبعا كل شوية بقى، يعني كل ساعة كده بتروحي تشوفي المية بتاعته احتاج مية ولا لا. شايفين بقى الفول طالع معايا زي الزبدة، جميل جدا. عايزة اقول لكم بقى ريحته كمان جميلة. هنا بقى انا سبته ويهدى كده، وقمت الصبح كان شرب المية بتاعته. وكمان بقى يعني خلي بالكم لما بتسيبيه شوية في الحلة كده بيتشرب وكمان بيستوي اكتر. يعني شايفين القشرة بتتهرس معايا جامد يعني. شايفين الحلة كمان، انا لقيت الحلة بقى كمان صغيرة لانه اتشرب ومحتاجة ان انا ازود له مية تاني، علشان هو كده ما بقاش فيه مية خالص. فحطيته في حلة تانية وزودت بقى مية، ومية برضو سخنة. تعالوا بقى هنا هنعمل طاسة الفول اللي بالطماطم. لو وصلت لحد هنا وما ضغطتيش لايك للفيديو وتابعيني للاخر، طريقة الفول دي هتعجبك جدا. تمام،
لو بتعملي الفول بطماطم غير الطريقة دي، جربي الطريقة دي هتدمنيه بصراحة. تمام. نزلت بقى ب5 فصوص من التوم كده بالشكل ده، ونزلت الاول بزيت، معلقتين كبار من الزيت، وهنزل بالتومة. بصوا بقى الفول ابو طماطم ده العشق بتاعي، يعني بصي بموت فيه. طبعا ماما الله يديها الصحة والعافية يا رب، كانت بتعملهولي واحنا صغيرين كمان بقى قبل ما اتجوز، يعني كنت بحبه جدا جدا جدا. عايزة اقولك بقى باكل فيه عيش يعني بعدي بصراحة، مع لفت بقى او مخلل جميل جدا، او زيتون كمان. تمام. هخلي بقى التومة بتاعتي توصل لدرجة الذهبي، وهكون ضربة طماطمتين في الخلاط، هضربهم في الخلاط. تمام بالشكل ده. طماطمتين وسط مش كتير. وهنزل بالكمون، ملح وكمون وكزبرة، مش بضيف اكتر من كده. وهقلب. وقرن فلفل بقى، عايزه اقولك لو ضفتي كمان قرن فلفل سبايسي حراق هيكون جميل جدا. انا ما كانش عندي بقى الفلفل الحار، هضيف فلفل عادي، اي فلفل عندك، فلفل رومي ده. قطعي بقى كده قرن فلفل، واقلب واسيبه يتسبك بقى كده مع الطماطم بتاعتي. هغطي بقى عليها واسيبها لحد ما تتسبك. تمام. وهنا بقى الفول بعد ما زودته المية بقى بالشكل ده، هاخده بقى علشان اكيس منه، يعني هشيل منه بقى طبعا في الفريزر، وقت بقى ما نستخدمه او وقت بقى ما نحب نفطر بيه او نتعشى بيه، بتطلعي كيس يفك وتستخدميه بقى. شايفين الفولة كمان؟ خلي بالكم الصورة كمان ظلمة والله، يعني هو لونه فاتح وجميل جدا. هتحطيه بقى في اكياس ثلاجة كده بالشكل ده. طبعا بقى بتحطي على قد احتياجك. انتي عارفة انتوا هتاكلوا ايه، فبتحطي بقى الكمية على قد ما انتي هتحتاجي. هنا شوفوا 5 كبشات، احنا بنجيب الكبشتين ب5 جنيه، يعني بتروحي كده لعربية الفول تقولي له هات ب5 جنيه يديكي كبشتين، ومش مليانين كمان. انا الكيس كمان بسم الله ما شاء الله يعني بألف هنا. 5 كبشات. خلي بقى اولادنا ياكلوا ويشبعوا. هنا بقى هاخد منه بقى للفولة للفطار. تمام. هنا الطماطم اتسبكت معايا كده بالشكل ده. تظبطي ملحك بقى، وهنزل بالفول. تمام. قلبي بقى الفول كويس وهرسيه، حابة تضربيه بالهاند بلندر لو بتحبيه، يعني انا ولادي بصراحة بيحبوه كله كده، بيبقى مهروس جامد، يعني بيحبوا المية تكون فيه كتيرة، مش بياكلوا الفولية نفسها.
بس بسم الله ما شاء الله، يعني كلوا الفول لانه يعني الفولة بتدوب، يعني بتتاكل كده مفيش قشرة فيها خالص. شايفين؟ جبت الشوكة بقى كده وهرسته بالشكل ده، وبسيب الفول بقى لحد ما يتشرب كده من الطماطم ويتقل كده معايا. هنزل بقى بالبقدونس، ورقتين من البقدونس. ضيف البقدونس على الفول، جميل جدا مع الفول اللي بالطماطم ده او الفول اللي بالصلصة، بيغير بقى طعمه في اتجاه تاني. جربوا تضيفوا البقدونس هيعجبكم جدا. شايفين بقى الطاسة بتاعة الفول بتاعي جميل جدا. عايزة اقولك بقى يعني بسم الله ما شاء الله كلوه كده تحفة جدا جدا. شايفين؟ انا مش شايفة الكاميرا الفول هيكب مني. آه، بصور بقى، جبت اللينج لايت الجديد ده، الكاميرا مش بتبقى، ما ببقاش شايفاها، ف... فمش عارفة الكاميرا فين اتجاه. تمام. شايفين؟ والاكياس بتاعتي اهي بالشكل ده. شايفين؟ ده الكيس اللي هما اخر شوية فول فاضوا مني. ده يعني اكتر من 5 جنيه بنجيبه، بمقدار 10 جنيه. اللي هو الكيس الكبير ده بمقدار بقى كيسين. ده الكيس الصغير اللي هو فاض مني، وده الكيس الكبير. الكيس الكبير بمقدار كيسين، يعني لو هنجيبه ب10 جنيه واكتر كمان. والله يعني بيبقى، مش عايزة اقول لكم وانتوا عارفين كمان الفول الكمية اللي بيدوها دلوقتي بقت عاملة ازاي. طلع لي 6 اكياس. ان شاء الله تعملوه يعجبكم جدا جدا، بس اعملوه بنفس الطريقة والمقادير. واستودعكم الله، وما تنسوش تضغطوا اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.